افلام المافيا والعصابات هي من اكتر الافلام اللي كل محبين السينما بيحبوها، فالنهارده جاي ارشح لكم اكتر 10 افلام مافيا وعصابات انا بحبهم من وجهة نظر. اول فيلم معانا وفي المركز العاشر فيلم جانجز اوف نيويورك، حرفيا فيلم اسطوري وكل حاجه فيه جامده، من تمثيل دانيال دي لويس لتمثيل ليوناردو دي كابريو لتمثيل كاميرون دياز لديكورات ومشاهد بصريه حرفيا تحفه فنيه لقصه مترابطه ومشوقه جدا. تقييمي ليه هو 7.5 من 10. بعد كده في المركز التاسع فيلم دوني براس، حرفيا من اكتر الافلام الاندر ريتد في التاريخ، وحرفيا مهدور حقه قوي في تاريخ الباتشينو، وبيتكلم عن ضابط بيحاول يتوغل جوه عصابه ويبقى فرد منهم. بالمناسبه الفيلم ده بيمثل فيه زي ما قلت الباتشينو وجوني ديب، وحرفيا من اكتر الادوار المختلفه اللي انا شفتها لجوني ديب، وتقييمي ليه هو 7.5 من 10. نخش في التقيل بقى، وفي المركز الثامن فيلم ذا ايرش مان، الفيلم اللي من اخراج سكورسيزي وتمثيل الباتشينو ودينيرو وجو بيسكي، وحرفيا فيلم جبار. تقييمي ليه هو 8 من 10. بس لو انت مش بتستحمل شويه ملل في الاول فبلاش تشوفه، وتعالى شوف الفيلم اللي في المركز السابع وهو فيلم سكار فيس، من اوائل افلام الباتشينو وحرفيا من الافلام التقيله قوي ليه وما فيهوش لحظه ملل، وتقييمي ليه هو 8 من 10. بعد كده في المركز السادس فيلم ديبارتد، فيلم ابطاله دي كابريو وجاك نيكلسون ومات ديمون، هتكون منتظر منه ايه يعني؟ تحفه فنيه طبعا، وتقييمي ليه هو 8 من 10. نخش بقى على التوب 5 وافضل 5 افلام عصابات في التاريخ. الفيلم اللي في المركز الخامس هو فيلم كازينو، المطلوب منك بس ان انت تعرف ان هو فيلم فكرته مختلفه وان انت ما تحكمش عليه في بدايته، وهتقدر تقدر العمل الفني ده علشان هو حرفيا تحفه فنيه. الفيلم ده من بطوله دينيرو من اخراج مارتن سكورسيزي، وتقييمي ليه هو 8.5 من 10. بعد كده في المركز الرابع فيلم بالب فيكشن، وده الفيلم الوحيد في قائمتنا اللي من اخراج تارانتين، فعيب قوي يعني اللي انت ما تشوفوش. وبالمناسبه الفيلم ده يصنف ان هو من افضل 10 افلام في التاريخ، وتقييمي ليه هو 8.5 من 10. نخش بقى على التوب 3 وافضل 3 افلام عصابات في التاريخ. في المركز الثالث فيلم هيت. فيلم هيت يا جماعه ببساطه عباره عن مباراه تمثيليه بين الباتشينو ودينيرو، وكل واحد حرفيا بيفرد جناحاته وبيطلع افضل اداء عنده. فتخيل عملاقين من عمالقه السينما، حرفيا من افضل الممثلين في التاريخ بالنسبه لي، يكونوا بيتنافسوا مع بعض. تقييمي لفيلم هيت هو 9 من 10. بعد كده نخش على المركز الثاني واكتر فيلم بالنسبه لي بيعبر عن موضوع حلقتنا وهو العصابات. حرفيا الفيلم ده هو اللي حببني في التصنيف ده، يعني بمنتهى البساطه لو في حد بيقول لك رشح لي فيلم عصابات كويس، اول حاجه هتيجي في دماغك هو فيلم جود فيلس، لان هو ببساطه بيتكلم عن المهام اليوميه لفرد العصابه وبيدخلنا جدا جوه العالم ده. الفيلم ده انا بعشقه، وتقييمي ليه هو 9.5 من 10. نيجي بقى لصاحب المركز الاول وافضل فيلم في التاريخ بالنسبه لي، لا مش في تاريخ العصابات بس، هو افضل فيلم في التاريخ بصوره عامه، وهو فيلم ذا جاد فازر. في الاخر يا ريت لو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للشانل علشان يوصلك كل حاجه جديده بنزلها. اشوفكم على خير في حلقات كتير جايه، وسلام.